رش الطحينة على البلح وانسي بقى ان انت تشتريها من بره تاني، وده اساسي بقى معاكي طول شهر رمضان. بجد تسلم ايد اللي اخترعت الفكرة دي. هاتي كده الطحينة وحطيها على البلح وتعالي اقولك على سر بجد هتدعيلي عليه. هاتي بقى كده يا ست الكل شوية بلح زي ما انت شايفة، وهتبتدي ان انت تشيلي النوى بتاعه. لو انت البلح بتاعك ناشف قوي هاتي كده اي حاجة تقيلة وابتدي ان انت كسريه. بس يفضل في الوصفة دي ان انت تستخدمي بلح يكون طري. وبعد كده هتجيبي بقى مكعب من الزبدة هتسيحيه كده على الطاسة، وهتنزلي بقى بالبلح بتاعك زي ما انت شايفة. وبعد كده تحطي معلقة من السمسم ومعلقة صغيرة من حبة البركة. وبعد كده تحطي بقى معلقة كبيرة من الطحينة. لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي؟ يلا كده لايك حلو منك وتعليق وقولي لي انت من انهي بلد بتشوفي معايا الوصفة. بعد كده رشة من الحبهان ورشة صغيرة من القرفة. تمام. واخلطيهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هاتي اي نوع مكسرات عندك. انا حطيت كده شويه فول زي ما انت شايفه، واخلطيهم كويس وعجنيهم كده لحد ما يتشكل معاكي عجينه تبقى سهله ان انت تشكليها. وهتجيبي بقى كده الاسترتش رول او ورق زبده، وهتحطي شويه من السمسم على شويه من جوز الهند. وهاتي بقى كده عندك العجوه اللي احنا عملناها او البلح اللي احنا عملناه، واعمليه كده بالطول. وابتدي ان انت تغلفيه كده واضغطي عليه كويس ولمي الاطراف كويس جدا. اهم حاجه انت تضغطي كده عليه. وبعد كده هتدخليه جوه الفريزر لمده 5 دقايق بالظبط. تمام. وبعد ما يطلع معاكي هاتي بقى كده سكينه بليها كده شويه ميه، وابتدي ان انت تقطعيها قطع دواير. عايزه اقول لك ده بقى مش هتستغني عنه طول شهر رمضان. ليه؟ اول حاجه بيديكي طاقه رهيبه اثناء الصيام، ومغذي وبيقوي جهاز المناعه للطفل، وبيدي نشاط وحيويه كده. كلنا بنبقى في الصيام تعبانين وما عندناش نشاط، ده بقى بيديكي نشاط وحيويه بالذات بقى للاولاد الصغيرين اللي بيصوموا اول مره. طعمه لذيذ جدا بيعجب الكبار والصغيرين ولذيذ قوي، وبيديكي كده طاقه وباور وطعمه تحفه. عايزه اقول لك احلى من الكنافه والبسبوسه. دي كده كانت الوصفه الاولى. تعالي بقى شوفي معايا الوصفه الثانيه. جربيها وباذن الله هتعجبك قوي. يلا كده نبدا وصفتنا التانية. ولايك بسرعه لو عجبتك الوصفه دي كمان. كل اللي انت محتاجه شويه فراوله زي دول، هتقطعيهم كده قطع صغيره. بعد كده هتحطي عليهم حوالي 4 معالق كبار او 5 معالق كبار من السكر في طاسه كده على جنب، وتركنيهم خالص وتسيبيهم. وهقولك امتى هنشتغل فيهم دلوقتي مع بعض. لما تنزل الميه بتاعه الفراوله تلاقي الميه كده السكر عمل معاها ميه، ساعتها هقولك هنعمل ايه. تعالي بقى في بوله تانية او في طبق تاني، هاتي كوبايه من السكر، واحده من البيضه، واخلطي السكر والبيض كويس جدا مع بعض زي ما انت شايفه لحد ما يدوبوا.
وبعد كده هتحطي نفس الكوبايه اللي حطيتي مع سكر هتحطيها زيت، وما تنسيش طبعا الفانيليا. تمام، تحطي بقى رشه فانيليا نفس الكوبايه زيت، وهتخلطي المكونات دي كويس جدا. وبعد كده هتحطي كوبايتين من الدقيق بس، هتحطيهم بالتدريج، ما تحطيهمش كلهم مره واحده، مع معلقه صغيره من البيكنج باودر. ولمي بقى العجينه بتاعتك، مش عايزين عجن كتير ولا حاجه، هي بمجرد بس ان هي تلم معاكي في الدقيق زي ما انت شايفه، والطبق بتاعك يبقى نضيف في الاخر، يبقى هي كده بقت جاهزه. لميت العجينه لحد ما توصلي العجينه ما بتلزقش في ايدك، هناخد منها قطعه صغيره ودي هتحطيها في الفريزر، وهقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. كده الفراوله بتاعتنا نزلت الميه بتاعتها زي ما انت شايفه، وتحطيها على البوتاجاز، وهتاخدي بقى كده نص ليمونه وتعصريها على الفراوله. مش هنضيف اي ميه خالص، هي شويه الميه اللي نزلتهم خلاص هم دول، مش هنضيف اي ميه خالص. هي كل مره هتلاقيها الميه زادت كده لحد ما تعمل معاكي صوص فراوله وتنشف. بس حطيت انا كده معلقه من العسل الابيض، وكده خلاص هي بقت جاهزه على نار هاديه. هاتي بقى اي صينيه عندك وافردي العجينه زي ما انت شايفه، وهتطلعي كده الاطراف لفوق. بصي بقى الصوص الفراوله بقى عامل ازاي، كده بقى جاهز معايا بعد ما عدى عليه بالظبط ربع ساعه وشرب كل الميه اللي كانت موجوده. بالشوكه بقى كده واعملي فتحات في الصينيه، وهاتي بقى كده صوص الفراوله او مربى الفراوله اللي احنا عملناها، وحطيها كده بالشكل ده. بصي، وبعد كده هتجيبي بقى العجينه اللي احنا حطيناها في الفريزر، فاكرينها؟ هي دي هتبشريها كده بالمبشره على الفراوله ووش الصينيه كده من فوق. احنا حطيناها في الفريزر ليه؟ علشان نقدر ان هي تتبشر معانا بمنتهى السهوله، يعني تقدري تبشريها كده بالمبشره بسهوله. هتدخليها بقى الفرن على الرف اللي في النص، تمام، وتهدي النار. لو كانت الصينيه بتاعتك خفيفه هدي النار خالص. في اخر دقيقتين 3 هتشغلي كده الشوايه تاخد وش ايه من فوق، وادي شكلها. عايزه اقولك تحفه وجميله. بصي بقى عامله ازاي، بجد مختلفه عن الكيك وعن الفراوله العاديه وعن المهلبيه وعن كل الاصناف الحلويات دي. جربيها تعجب اولادك قوي. بصي بقى الجمال طالعه عامله ازاي. تقدري ان انت لو مش عايزه تبقى ليها حافه كبيره كده، ممكن تصغري الحافه بتاعه العجين شويه فتطلع معاكي اخف من كده، بس عشان تبقى مغذيه وكمان ايه طعمها حلو كده. هي عامله معاكي زي البسكوت بالظبط. بصي بقى، وادي شكلها في الاخر. طالعه على فكره طريه مش ناشفه خالص، ولذيذه قوي. جربيها بالطريقه دي وباذن الله هتعجبك قوي. طبعا الطبقه او الحافه بتاعت الصينيه طريه، يعني هوريها لك دلوقتي، طريه وجميله وطالعه بصوص بقى ايه الفراوله. خطيره، جربيها وهتعجبك. لو عجبتك الفكره لايك حلو منك، ودمتم في رعايه الله، والف هنا على قلبك.